بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية نقلا عن الصحف الأمريكية CNN اليوم الاثنين إن المجمرة لبون التابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم صاروخي في البحر الأحمر نفذت قوات صنعاء من شمال اليمن حسب ما تحدثت به القيادة المركزية الأمريكية. ورد الآن تم استهداف حاملة طائرة أمريكية بصاروخ كروز في البحر الأحمر، وأنباء عن مصرع 9 جنود أمريكيون على متنها. عاجل إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من اليمن استهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر. القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أعلنت أن المدمرة لابون تعرضت لاستهداف بصاروخ كروز مضاد للسفن في البحر الأحمر فجر يوم الاثنين انطلاقا من مناطق تسيطر عليها حكومة صنعاء والقوات المسلحة اليمنية.